السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. ازاي تأجر شقة في اسطنبول؟ لو انت لسه جاي اسطنبول جديد مش عارف اي حاجة، ما بتعرفش تتكلم تركي، عايز تأجر شقة ايجار لمدة طويلة، في الفيديو ده هقدر اقولك ازاي تعمل الموضوع ده بكل سهولة وعن طريق ابلكيشن على الموبايل. طيب تعالوا بقى اوريكم دلوقتي على الموبايل ايه الابلكيشنز اللي تقدر ان انت تستخدمها عشان تأجر هنا في تركيا، وايه هي اشهرها. هوريكم الموضوع ده على الموبايل دلوقتي، يلا بينا. اشهر ابلكيشن تقدروا تستخدموه للايجار هنا في تركيا. الابلكيشن تحت هو اسمه الصاحب بندن الاصفر، هنفتحه بالطريقه دي. هندوس على اول اختيار املاك، هيقول لك انت عايز مكان كنوت يعني مكان تقعد فيه، ولا ايش يري ولا انت عايز مكان للشغل، فتختار كنوت. هيقول لك ساتلك ولا كيرالك، يعني للبيع ولا للايجار، هتختار تاني واحده كيرالك. تمام. هيقول لك انت عايز دايري يعني عايز شقه ولا ريزيدنس، ولا عايز يعني بيت لوحدك ولا مستقل ولا فيلا ولا ايه بالظبط. فانت تقول له عايز شقه. هتيجي هنا في النقطه بتاعه الفلتر فوق، هتيجي على عنوان تقول له المدينه شهير، تقول له اسطنبول. احنا هنا عندنا اسطنبول الاوروبيه واسطنبول الاسيويه، فانت هتختار الاثنين. تمام. وعندك هنا المناطق كلها. فانا من وجهة نظري مثلا لو انت عايز تسكن وسط البلد وقريب من الخدمات، يعني قريب من كل الحاجات السياحية، خليك اسكودار وخليك في شيشلي، برضه عشان يكون جنبك مترو يعني، وخليك في الفاتح. تمام. وندوس تمام هنا. بعد كده هيقول لك السعر، انت عايز الايجار كام في الشهر. تمام. فانت مثلا لو هنقول ميزانيتك 30,000 في الشهر مثلا. تمام. هتقول له تمام. هيقول لك عايز هنا الشقة مساحتها كام بالكامل وصافي. خلينا من المساحة مش عايزينها، خلينا دلوقتي في الأوضة مثلا. هتقول له 2+1. 2+1 يعني مثلا أوضتين وصالة، أو 1+1 أو استوديو مثلا. خلينا نشوف التلاتة. تمام. هيقول لك عايز البناء عمره قد ايه. فانت والله لو عندك فوبيا بقى من الزلازل، ما بتحبش مش عارف ايه، فانت اختار 0 اول واحدة، او عندك من 6 ل10. لكن لو مش فارقة معاك خلاص ما تختارش حاجة. انا مش هختار حاجة. هنا بيقول لك عايز الشقة في انهي دور. هنا دي الادوار السفلية كلها والارضي واللي بجنينة خلينا في الاول والتاني والتالت مثلا والرابع. تمام. يقول لك عايز التدفئة خليها كومبي دي والغاز، يعني في هنا في تركيا حاجة اسمها غاز طبيعي، جهاز اسمه كومبي بيوصل غاز طبيعي للمطبخ وللحمام وكل حاجة. انت ما بتحتاجش سخان بقى، ما بتحتاجش اي حاجة، فخليها مثلا كومبي دي والغاز. عايز هنا المطبخ عايزه مفتوح امريكاني ولا مقفول، فانت مثلا عايزه مقفول، ما بتحبوش امريكاني. تمام. مثلا هنا عايزه بالعفش، ايش ليه يعني بالعفش ولا من غير عفش. هتقول له مثلا بالعفش ماشي، او الافضل انك تجيبها من غير عفش بس. وتقول له وريني النتائج اللي عندك، فيبدأ يطلع لك بقى شقق كتير قوي زي كده باسعار. تقدر تفتح اي شقة منهم وتقلب في الشقة اللي انت عايزها بالصور، وهتلاقي تحت الاسعار، وهتلاقي تحت كل بقى التفاصيل اللي احنا اخترناها في الشقة. ويقول لك يعني كل المميزات والعيوب اللي فيها، كل حاجة. وتيجي هنا عند كلمة اتشكلمة، بيشرح لك بقى الشقة دي فين، وموقعها جنبه ايه، والمواصلات اللي تقدر تركبها منها، وكل حاجة بالشقة. كونومو يعني الموقع، هيجيب لك الموقع الشقة دي موجودة فين بالظبط على الخريطة بس. وفي نفس الموضوع ده في كل الشقق بقى تقدر تختار زي ما احنا شايفين كده. كل الشقق اهي المتاحة للإيجار تقدر تختارها كده، سواء بالعفش أو من غير عفش، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وبالمناسبة الابليكيشن ده هو الأشهر في تركيا، وتقدر من خلاله تأجر شقة في أي مكان في أي حتة. طيب زي ما احنا شفنا كده، ده الابليكيشن اللي تقدر انك تأجر منه شقة للإيجار السنوي هنا في اسطنبول بكل سهولة، عن طريق الموبايل، عن طريق انك تختار الشقة وتلاقي اسم السمسار او صاحب الشقة
بتبعت له على الواتساب وبيبعت لك كل التفاصيل، وبتتقابلوا بتروح تشوف الشقة على الطبيعة، عجبتك بتدفع لو سمسار بتدفع الإيجار، إيجار أول شهر للشقة، وبتدفع حاجة اسمها تأمين ديبوزيت، وبتدفع عمولة كوميشن. غالبا التلاتة بيبقوا نفس الرقم، يعني لو الإيجار مثلا 25,000 فأنت بتدفع إيجار 25,000 زائد 25,000 تأمين شهر زائد 25,000 تانية عمولة. لكن لو أنت، وطبعا الموضوع ده بيختلف من سمسار لسمسار، يعني ممكن سمسار يقول لك شهر واحد تأمين، ممكن حد يقول لك لا شهرين، ممكن حد يقول لك العمولة مش نفس تمن الإيجار، ده العمولة مثلا 12% من قيمة الإيجار السنوي أو 10% من قيمة الإيجار السنوي، فأنت بتحسب إيجار الشهر في ال 12 شهر عاملين كام وتضرب في 12% يطلع لك الرقم، وبتدفع معاه وبتكتب عقد طبعا وأنت عنده في المكتب. وبعد كده تروح تصدق العقد ده في النوتر، زي ما احنا بنسميه عندنا في مصر شهر عقاري، هنا بيسموه نوتر. تروح تصدق العقد ده في النوتر وبس، وكده الشقة تقدر تطلع عليها إقامة وتقدر تثبت إن أنت قاعد في الشقة مفيش أي مشكلة. لكن لو أنت بتأجر الشقة من صاحب البيت، فغالبا صاحب البيت بياخد ثمن الإيجار فقط، ما بياخدش لا عمولة ولا تأمين، فالناس بتفضل أكتر إنها تدور على إيجار من صاحب البيت على طول، مش من سمسار، عشان ما يدفعوش كتير. ولكن بصراحة دي بتبقى قليلة، عشان تبقى عندك كل المعلومات دي بتبقى قليلة قوي، مش هتلاقي كتير الموضوع دوت. دي الطريقة الأونلاين. بالنسبة بقى للطريقة التانية، لو أنت مش عايز أونلاين أو مش بتحب الأونلاين وعايز تشوف الشقة على طول أو تروح تتفق مع حد على طول، في أي منطقة أنت ماشي فيها في أي شارع هتلاقي مكاتب لناس اسمها إملاكجي، مكتوب كده على المكتب إملاكجي أو إملاك، وتلاقيه حاطط يوفط بره كده يقول لك مثلا شقة 2+1 سطلك للبيع بكذا، شقة 1+1 كيرالك للإيجار بكذا. تمام، فأنت بتخش عنده سلام عليكم وعليكم السلام، تقعد معاه تشوف تقول له الشقق اللي عندك ايه، يقول لك ايه المميزات الشقة اللي انت عايزها اوضتين، عايزها اوضة، عايزها 3، عايزها كذا كذا كذا، فيبدأ يعرض لك الشقق اللي عنده، وتبدأ تروح انت وهو تتفرج، ونفس البروسيس بقى وتدفع وتوثق. دول الطريقتين الوحيدين اللي تقدر ان انت تأجر بيهم شقق هنا في اسطنبول، سواء اونلاين او سواء من مكتب السمسرة. ولكن في جروبات طبعا تبع العرب بتبقى موجودة على الفيسبوك، ساعات اخواتنا العرب من جنسيات مختلفة بينزلوا ان هم عندهم مثلا شقق للإيجار كذا وكذا، وبرضه نفس الكلام تقدر تتواصل مع الشخص وتروح تبص على الشقة عجبتك بتتمم الاتفاق معاه، ونفس الكلام عشان تضمن حقك وتضمن كل حاجة. الأفضل إن أنت تعمل نوترة للعقد بتاع الشقة، نوترة إن أنت تروح مع الراجل صاحب الشقة أو مع السمسار اللي بيبقى معاه توكيل، تروح النوتر تسجله العقد دوت. ولكن في الأغلب لو أنت مش بتعرف تركي خالص، النوتر هيطلب منك إنك تجيب مترجم عربي، أو هم بيبقى عندهم مترجم وبتدفع له فلوس زياده شويه. تمام، لكن لو انت بتعرف تركي مش محتاج مترجم، والنوتر بس بيسالك سؤال بسيط كده عشان يتاكد ان انت بتعرف تركي ولا لا، وتمام خلاص لقاك بتعرف تركي مفيش مشكله، بيكمل الاجراءات وبيختم لك العقد، وبيبقى معاك في ساعتها عقد شقه منوتر تقدر تروح تعمل بيه اقامه، او تقدر تطلع عليه مثلا لو عندك زوجتك تطلع لها اقامه عائليه على العقد دوت، او تسجل عنوانك. كل الحاجات القانونيه تقدر تعملها بالعقد ده مفيش اي مشكله. بس ودي كانت كل الطرق اللي تقدر تأجر بيها شقق هنا في اسطنبول، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.